تعالى اقول لك ازاي من جبنه القريش نعمل جبنه كريمي مطعمه بالفلفل بدون اضافه حليب. من ربع كيلو جبنه قريش نعمل كميه جبنه كريمي تكفي فتره كمان تخزنيها اكتر من اسبوع في التلاجة. ضري كمان تحفظيها وصفات رمضان عشان السحور. يلا بينا. معانا هنا 3 قطع من جبنه القريش بيعادل 350 جرام من جبنه القريش، ومعايا قرن فلفل احمر واخضر ممكن يبقى رومي عادي، ربع كوبايه من الزيت واضافه بابريكا دي اختياري تعزز الطعم مش اكتر. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا نحط فيه جبنه القريش، ربع كوبايه الزيت، والزيت هنا مهم جدا ان هو بيطعمها، ومعانا كمان معلقه من البابريكا، وهننزل بالفلفل. تمام. تقدري تشوي الفلفل ده في الفرن لو انت بتحبيها طعم الفلفل المدخن. تضربوهم في الخلاط بدون اي اضافات. بعدين هتجيبي العلبه اللي هتحفظيها بيها في التلاجة، تدهنيها زيت، لازم تغلفيها كويس جدا بالزيت. وبعدين بقى هننزل بالجبنه اللي احنا عملناها في الخلاط، ننزل بالكميه كلها، وفي الوقت ده بقى يعني الاول ونشوف كانت محتاجه ملح او محتاجه زيت، وهتغطيها بالعلبه بتاعتها وهتحطي على وشها زيت وتحطيها في التلاجة. عايزه اقولك ان هي كريمي قوي وبتتفرد بسهوله. وبس الوصفه خلصت.